مرحبا بكم. اليوم راح نحضروا مع بعضنا شخشوخة فطير. شخشوخة فطير معروفة عند الجزائر كاملة. نشوفوا مع بعضنا واش لازم. عندنا زوج بصلات مربيين، عندنا الجريوات، بطاطا سنارية، عندنا الفطير اللي كنا كيما نقولوا خدمناه، فلفل أحمر حار وطماطم مصبرة، عندنا كمية اللحم ولا تحبوا بالدجاج، والحمص مرنخ وفلفل أسود. هنا واش راح نبداو، رايحين نبداو نقليو اللحم تاعنا، نحطو الزين عفوا الزيت يسخن، ونحطو اللحم تاعنا تتقلى مليح. يعني كيما قلت لكم هذه فطير، الشخشوخة فطير يعني معروفة عند الجزائريين الكل، في الشرق أكثرها. كاينة سي شخشوخة البساكرة أكثرهم معروفين بها، لكن الناس كامل تعمل شخشوخة فطير، وكل واحد وطريقته في الطياب. هنا نقلي اللحم مليح، ونزيد البصلة، نزيد نحط البصلة، نقلاها مليح، معاها الحمص كيف كيف، ونقلي المكونات هذا مليح مليح يتقلاو. كي نشوفوهم اتقلاو هكذا، واش راح نزيدو لهم هنا قبل ما ملحت ما والو، نحطو لهم الملح، ونزيدو الفلفل الاسود، ونزيدو فلفل احمر حار. وهنا نزيدو الطماطم مصبرة، نعملو 2 ملاعق كبار. اللي يحب يحط الحب ممكن، بصح نحبها انا بطماطم مصبرة تجي بنينة مليح. ونقلي كل شي بالطماطم باللحم لي زيبيس اللي حطيناهم هادو كامل، نقليهم مليح. كي نشوفها تقلات لنا مليح، الآن نمرق الحد اللي نحب حتى نطيب لنا اللحم. نقف الكوكوطة لأنها اللحم كل واحد واللحم تاعو، كاين طيابة كاين لا. كي طيب ساع اللحم باش نحط الخضرة تاعنا. هنا كي فتحت كوكوطة كانت طابت يعني اللحم، درك نلوح الخضرة تاعي، البطاطا والسنارية، يعني كل واحد واش يحب الخضرة اللي كتر، الجريوات كيف كيف، ونخليها طيب الخضرة تاعنا. الآن بعد ما طابت يعني قبل كي طيب لنا الخضرة، نحطوا الفطير تاعنا نقصوه بهذه الطريقة. هذا يكون طايب يعني محطوط واجد، نقصه بهذه الطريقة ونفوروه تفوير. هو يعني الفطير تفويرة واحدة تكفيه. كاين اللي يسقيوه طول، يعني كي يطيبوه جديد يسقيوه طول من هو سخون يسقيوه، بصح انك تفوريه يعطي له بنة مختلفة. بعد ما يفورلنا طبعا، بعد كيما نقولوا فارنا هكذا، كي يدي فورة بركة، وتكون ديجا المرقة تاعنا واجدة، راح نحطو في الصحن التقديم. هنا وكان سخون شوية، نحطو كيما هكذا في الصحن.
هو على فكرة شخشوخة فطير حتى بالخضرة فقط وتجي بنينة، يعني الفطير خفيف يجيكم بنين. كيما قُلت كل ولاية معروفة يعني وش شخشوخة اللي يقدموها. إحنا هنا في الشرق كاين شخشوخة فطير وشخشوخة تفر، والأكثر شهرة يعني هي شخشوخة التفر، يعني أحسن من الفطير، يعني حتى في المناسبات تلقايهم يطيبوا شخشوخة التفر أكتر. ويعني كيما نقولوا الطرق عدة يعني في طيابها. كاين وسيس شخشوخة الفطير تجي بالفريكوسي مجربة رائعة جدًا، نهار نعملوها مع بعضنا، حتى تكونش عندك اللحم، يعني بقطعة فقط تعملاها وتجيك بنينة رائعة. هنا نزينوها بالخضرة تاعنا. هنا نحطوا الحمص والسنارية. ها هو هنا الطبق تاعنا وجد فطير شخشوخة، نتمنى يعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.